تخيل معايا قاتل يرتكب جريمة خايبة ومن بعدها ما غيخلي ما يدير باش يهرب من البوليس وغيخسر وجهه بيدو باش ما يتعرفوش عليه، ولكن هادشي اللي غيخلي البوليس يشدوه ما غيطيحش لكم على بالكم. كملوا القصة حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش قدروا البوليس يشدوه. السلام الله عليكم. القصه ديالنا ديال اليوم غتبدا مع هاد البنت اللي سميتها ليندسي هاوكر. هاد ليندسي كانت عايشه في انجلترا وبالضبط في مدينه سميتها كوفنتري. ليندسي كانت عايشه حياه زوينه ووسط عائله كتبغيها وكتحترمها، وكبرات وكملات قرايتها في الجامعه وجابت نقطه من الاولين. وفي عام 2007 ليندسي غيولي عندها 22 عام وغتقرر تبدا تكتشف العالم وتعيش تجارب جديده، وغتقرر تمشي لليابان، وهنا غتبدا تدفع للخدمه في سلسله ديال المدارس سميتها نوفا. وهاد المدارس كانت مختصه بالتعليم اللغه الانجليزيه، وكانوا هاد المدارس صعيب باش يقبلوا شي واحد، ولكن غيتم قبول ديال ليندسي. وهنا غتمشي ليندسي لليابان وبالضبط في العاصمة طوكيو باش تبدا الخدمة ديالها وتعيش هاد التجربة جديدة في الحياة. ليندسي بالطبع ديالها الاجتماعي غتعرف على جوج معلمات معاها نيت في المدرسة وغتمشي تسكن معاهم في الدار ديالهم، ولكن بقات موحشة العائلة ديالها وصحابها اللي خلاتهم في انجلترا، وكانت ديما كتعيط لعائلتها وكتبقى تعاود ليهم على التجارب ديالها اللي كتعيش كل نهار وشحال الحياة زوينة في اليابان. ولكن غيدوزو واحد الشهور، وبالتحديد في مارس 2007 ليندسي غتكون خارجة من المدرسة وغتوجه للباركينغ فين حاطة البيكالا ديالها، وهي كتحل في القفل ديال البيكالا واحد الشخص غيبدا جاي عندها بشوية وغيقرب ليها وغيقول ليها انا واحد من الطلاب اللي كنقرا عندك في القسم. ليندسي هنا غيجيها عجب حيت كانت حافظه كاع الوجوه والسميات ديال الطلاب ديالها، وكانت اول مره كتشوف هذا الراجل في حياتها. وهنا غتصدروا ليندسي وغتقول ليه تشرفت بالمعرفه ديالك، وغتركب على البيكالا ديالها، ولكن مني غتدور وراها غتلقى هاد الشخص تابعها، وكل ما زادت في السرعه هاد الشخص بقى تابعها. وفي الاول كان كيمشي بشويه وفي التالي بدا كيجري، ومني وصلت ليندسي للعماره فين ساكنه دارت وراها ولقاتو باقي تابعها، وغيجي عندها وغيقول ليها خليني غير نشرح ليك ونقول ليك علاش تابعك. فهاد اللحظه كان خاص ليندسي ما تسوقش ليه وتدخل لدارها، ولكن هي غتقول ليه خليني نسمع شنو عندك، وغيقول ليها انا سميتي تاتسويا ايتشيهاشي والامنيه ديالي نقرا في اوروبا او في امريكا، وباش نحقق هذا الحلم خاصني نتعلم اللغه الانجليزيه ومحتاج شي واحد يعلمني. وغيقول ليها واش ممكن نبقاو نتلاقاو في القهوه وتعطيني دروس خاصه وغنخلصك مزيان. هنا ليندسي غيجي هادشي في عجب وغتقول ليه اسمح ليا ولكن انا الوقت عندي عامر وما نقدرش نعاونك. هنا تاتسويا غيبقى يفكر وغيقول ليها واش ممكن ندخل معاك للدار تعطيني نشرب حيت بقيت كنجري الطريق كامله وشحفت. في الاول ليندسي غتردد، ولكن مني غتفكر ان صحاباتها كاينين في الدار غتخليه يدخل باش مني يعرفها ما ساكناش بوحدها يقدر ما يبقاش تابعها. وهنا غيدخل تاتسويا وغيجلس في الدار وغيجبد ورقه وغيبدا يكتب فيها، وغتمشي ليندسي تجيب ليه الماء وغتحطو حداه ولكن ما غيشربش منه وغيبقى مكمل الكتبه في الورق. هنا ليندسي غتعجب وغتقول ليه يلا كنتي ميت بالعطش، وغيقول لها خليني نكمل الورقه، ومني غيسالي غيعطيها ليها وغيكون راسم الوجه ديالها وكاتب سميتو والنمره ديالو، وغيقول لها الا قبلتي تقريني ما غتندميش، وغيكون اللقاء ديالنا في بلاصه عامه وغنخلصك 32 دولار لكل ساعه. هنا ليندسي غتبدا تفكر بجديه في هضرته حيت الفلوس اللي عطاها كانوا بزاف وكتر كاع من الفلوس اللي كتشد في المدرسه. وهنا غتفكر مزيان وغتقبل بالعرض ديال تاتسويا. وفعلا في تاريخ 24 مارس
2007 غتلاقى ليندسي تاتسويا في القهوة، وكما كتشوفوا في الكاميرات ديال القهوة كانت ليندسي جالسة معاه ومرتاحة، واخا بعض المرات كتبعد منه ومخليه مسافة بينها وبينه، وغيبقاو جالسين في القهوة ساعة كاملة وهي كتعلم فيه. ومني غيكملوا غيبدا تاتسويا يقلب في جيبه وهو خايف، وغيقول ليها ممكن تخلصي حيت نسيت البسطام ديالي في الدار. ومني غتخلصي يلا معايا للدار نعطيك فلوسك وزياده ديالهم. هنا ليندسي غتكون في واحد الموقف خايب وما غتعرف ما دير، ولكن في الاخر غتقرر تخلص. ومن بعدها غيخرجوا وغيشدوا طاكسي، ومره اخرى ليندسي هي اللي غتخلص. ومن بعد غيوصلوا وغتقول ليندسي لمول الطاكسي واش ممكن تسناني واحد شويه نشد واحد الحاجه ونرجع. وغيقول ليها مول الطاكسي ماشي مشكل، ولكن غدوز 10 دقائق 15 دقيقه وليندسي ما غتبانش. هنا مول الطاكسي غيقرر باش يمشي، وحتى العشيه ما غتجيش للمدرسه، وصحاباتها غيعيطوا ليها والو ما كتجاوبش، وغيمشيو حتى للدار فين ساكنه فيها ويقلبوها ولكن ما غيلقاوهاش. هنا غيعرفوا لبلا واقع عليها شي حاجه، وغيعيطوا للبوليس ويقولوها ليهم. وغدوز نهار يومين وما كاين حتى اثار ليها، وغيتم تبليغ ديال العائله ديالها في بريطانيا، وغيكونوا خايفين عليها بزاف. ومن البوليس غيبداو التحقيقات ديالهم، غيسولوا البنات اللي ساكنه معاهم ليندسي، وغيقولوا للبوليس ان اخر واحد كانت معاه هو تاتسويا، ومشات معاه للقهوه باش تعلموا لونجلي. ومن غيقلبوا الدار غيلقاو الورقه اللي كتب فيها تاتسويا سميتو ورقم ديالو، وغيبداو يتحراو عليه وغيلقاو عنده سوابق، وعمره 28 عام، وباه كان طبيب معروف، امه طبيبه ديال السنان وعندها عياده خاصه. ومني غيعرفوا الدار ديالو غيصيفطوا جوج ديال البوليس وغيبقاو يدقوا في الدار، ولكن ما غيجاوبهم حتى واحد. هنا غيمشيو يسولوا عليه الجيران، ولكن ما غيوصلوا لحتى حاجه. ومن بعدها غيقرروا يقتحموا البيت وغيعيطوا للدعم اللي غيوصل في البلاصه، وغيولي العدد ديالهم 9 اشخاص، وبداو كيتستعدوا باش يقتحموا الباب. ولكن في لحظه غيتحل الباب وغيخرج تاتسويا كيجري منه، وكان كيجري بحال شي عداء اولمبي، وحتى البوليس غيتصدموا من الصوره ديالو. ومن غيبداو يقلبوا عليه في البلاصه ما غيلقاوش حتى اثار ليه. وما نساوش ان تاتسويا كان رياضي، وكان ديما كيمشي لاصال وكيجري 20 كيلومتر في النهار، وهادشي كيفسر ان البوليس ما قدروش يتبعوه. والمهم من هادشي من غيدخلوا للدار غيلقاو في البالكو واحد البانيو، ومني غيقلبوه غيلقاو ايد خارجه منه، وهاد الايد غتكون ديال ليندسي. ومني غيقلبوا البيت غيلقاوه عامر بحوايج ليندسي، ومني غيجبدوها غيلقاوها عريانه وعامره قميش وجروحها. ولكن الغريب انهم غيلقاو شعرها محسن، والغرب من هادشي غيلقاو في بيته صانع من شعرها باروكه. وهنا البوليس غيعرفوا انهم كيتعاملوا مع مريض عقلي حقيقي، وخاصهم يشدوه دغيا قبل ما يدير شي كارثه. وفي الصباح ديال النهار الاخر البوليس غينشروا الصور ديالو في كاع البلايص، وطبعوا حتى اللوحات كتشبه ليه من راسو حتى رجليه، وحطوا مكافأة قيمة $1000 لأي واحد يعطي شي معلومات عليه، وكان عندهم حتى شك انه يكون متنكر. وغينشروا ليه صور مصاوبينها بالفوتوشوب كما كتشوفوا، ولكن كاع هادشي ما غيقدروش يشدوه. وغدوز شهوره وما كاين حتى اخبار عليه. وفي الجهه الاخرى غتكون العائله ديال ليندسي ما تصرطاتش ليهم هادشي، وغيمشيو حتى اليابان وغيديروا حمله في كاع الاعلام باش يخليو البوليس يتحركوا كتر، وغيبدا يوصلهم انتقادات من كاع البلايص. والاولى غتكون هي كيفاش هما تسعود البوليس وقدر تاتسويا يهرب منهم، والثانيه هي التصويره اللي كانوا لايحين عليه ديال 7 سنين قبل، حيت الشكل ديالو غيكون تبدل. ومن بعد هاد الحمله الاعلاميه البوليس غيوصلوا المكافاه $100,000 لاي واحد يجيب لهم معلومه على تاتسويا، ولكن هادشي ما غيوصلهم لوالو.
وفي الجهه الاخرى غيكون تاتسويا كيدور في كاع البلايص ديال اليابان، وقدر يوصل لواحد الجزيره بعيده وعايشين فيها الناس قلال، وتما غيلقى ملجأ من الملاجئ الحرب المهجوره، وغيبقى مخبي فيه وما كيطلعش الى اللي كانت خاصه شي حاجه، وكان كيتنكر باش ما يعرفوا حتى واحد. وكتر من هاد الشي بدا كيقطع في اللحم اللي على وجهه، وقطع حتى الشفايف اللي في فمه، وطول حتى شعره وشوه كاع الوجه ديالو. ومني غدوج 6 شهور غيحس تاتسويا انه بدا كيحس بالضيق، وقال فراسو حتى البوليس غيكونوا زقاو من التقلب عليه، وغيقرر يمشي من الجزيره ويرجع للمدن، وغيستقر في مدينه سميتها ناغويا، وتما غيقدر يخدم بالناي، وغيبدا يفكر يدير عمليه باش يبدل من وجهه كامل. وبعد ما غدوز عامين غيقدر يجمع فلوس، وفي شهر اكتوبر عام 2009 تاتسويا غيمشي عند طبيب ديال التجميل، وغيقول ليه انا باغي ندير عمليه على نيفي وبغيت نردو صغير وطالع شويه. هنا الطبيب غتجيه في عجب وغيقول ليه ما غتجيكش زوينه وغيتشوه ليك وجهك، وغيجاوبو تاتسويا غير ديرها ما سوقكش انا كاره وجهي. وغيسولو الدكتور وغيقول ليه هي انت بغيتي دير العمليه، وغيجاوبو بغيت نديرها دابا. هنا غيستغرب الطبيب وغيقول ليه ما يمكنش، خاصك تكون ما واكلش 10 سوايع، ولكن الا كنتي مزروب غنقدروا نديروها ليك غدا. وفعلا الغد ليه غيجي تاتسويا عند الطبيب وغيقول ليه الطبيب خاصنا ناخذوا ليك تصويره قبل العمليه ووحده بعد العمليه. هنا تاتسويا غيتخلع وغيقول لهم ما بغيتش تصويرتي تلاح في الانترنيت، وغيقول ليه الطبيب لا ما تخافش تصويرتك غتبقى عندنا في الارشيف. ومن بعدها غيقبل تاتسويا وغيدير ليه العمليه الطبيب، وكانت هذه هي التصوير قبل وبعد العمليه كما كتشوفوا. وغدوز اسابيع وغيكون طبيب قاعد كيتفرج في الانترنيت حتى غطلع ليه القضيه ديال ليندسي وقاتل ديالها تاتسويا، ودغيا غيعيط للبوليس. وهنا البوليس بالزربه غيلوحوا التصويره ديال تاتسويا جديده في كاع القنوات. وتخيلوا معايا الصدمه ديال تاتسويا مني شاف تصويرته جديده منشوره في كاع الاعلام. وهنا غيفكر يرجع للجزيره اللي كان فيها قبل وغيشد باخيره، ولكن واحد من الخدامه اللي كانوا تما غيعرفوا وغيعيط للبوليس في البلاصه، وغيجيو ليه البوليس واخيرا غيشدوه وغيسولوه علاش قتلتي ليدنسي. وكان الجواب ديالو هو انه كانت كتعجبو ليدنسي وداها للدار وكان باغي يغتصبها، ومني بدات كتقاوم وكتغوت قجها باش ما يسمعوهاش الجيران حتى ماتت. ومن بعد هاد الاعتراف غيبقى تاتسويا مشدود في الحبس وغيكتب كتاب سميتو حتى الهرب، وعاود فيه القصه كيفاش بقى هارب، وغيتباع منه هاد الكتاب 100,000 نسخه. وبعد هاد الكتاب غيديروا عليه فيلم سميتو ايام ايشيهاشي، وغيتحكم على تاتسويا بالمؤبد. وهنا غتسالي القصه ديالنا. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش خلي لايك وكومونتير وتقترح علينا القصه الجايه. بيس. Da dum da dum da dum da dum da dum.